السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كاملين بصحة جيدة. الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في قناة شيوات أفرير. رجعت لكم من جديد بحلوة زوينة بزاف، بنينة بزاف، حلوة مغربية 100%. حلوة السميد والكوك أو السميد وجوز الهند. كنتمنى أنكم تجربوها. غادي تلقاو شويه زايده هاد الحلوه مشققه شويه حيت درتها خفيفه. فممكن يعني تكون شويه، يعني تزيدوا ليها شويه ديال الكوك او سميد. انا درتها خفيفه شويه عليها، تشققت بزاف، ولكن راه بنينه 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 صدقوني. البنات وجات رائعه بزاف، حتى شكلها في المباشر احسن من الهاتف. كنتمنى انكم تجربوها، وما تنسونيش بطبيعه الحال بالتشجيع، اشتراك، تفعيل الجرس، لايك، تعليق بحال وجوهكم، انتقاد بناء باش الانسان كيزيد القدام. مرحبا بكم. غادي نبدا معكم المقادير بطبيعه الحال. قبل ما نبدا المقادير ديالي غادي نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كما كتشوفوا بالنسبه للمقادير، كل واحد بطبيعه الحال على حسب افراد الاسره، او اذا كان عنده ضيوف فممكن يضاعف المقادير. استعمل 3 بيضات، 100 غرام من سكر استعملت سكر رقيق اللي ماشي حلو بزاف، لان الحلوه مازال غادي نفندوها بسكر بودره، فما خصناش تكون حلوه بزاف. 100 غرام من السكر، وكأس عنبه من زيت نباتي اللي هي 150 مل، وبطبيعه الحال قبصه ملح. وغادي تشوفوا معايا بقيه المقادير. ما تنساونيش بالتشجيع، وما تنساوش تشجعوا الناس اللي كيقدموا محتوى هادف. غادي نخدم معكم الحلوه ديالي بزاف ونرجع معكم. بالنسبه للحلوه ديالنا بطبيعه الحال، المقادير ديالنا البنات قلت لكم غنخدم معكم الحلوه بزاف. غادي نخدم معكم بطبيعه الحال المقادير مزيان ضروري من الخدمه ديال البيض مع السكر، يعني بطريقه جيده باش الحلوه ديالنا كتجي زوينه. من بعد كنضيف ملعقه ونصف طعام مربى المشمش. بطبيعه الحال بالنسبه للمربى ديال المشماش خص تكون ما فيهاش ديك التكتلات. فالمربى انا كما كتشوفوا غير حيتاش بارده جبتها من الثلاجه عليها كتبان لكم هكا، ولكن غير غنخدمها مزيان غادي تذوب. ما خصناش المربى اللي كيكون فيها القشر، خصنا المربى تكون نظيفه. ومن ثم كنجيبوا 400 غرام من جوز الهند او الكوك بالمغربيه. بطبيعه الحال كيكون نوعيه جيده، ملي كتمشي تشري كتقول له اعطيني نوعيه جيده اللي فيها الدهون، ماشي ديك الناشفه راكم عارفين. بلا ما نعاود لكم، 250 غرام من سميد، وكيكون سميد ديال الحرشه بطبيعه الحال رقيق وماشي ديك الغليظ بزاف. ومن ثم كنضيفوا 7 غرام من خميرات الحلويات. ممكن ديروا اقل من 7 غرام، كما شفتوا الحلوه ديالي تشققات بزاف بالخميره، فممكن تضيفوا اقل من 7 غرام، ممكن تضيفوا غير 5 او 4 غرام باش ما تشققش الحلوه ديالكم بزاف. كما شفتوا معايا الحلوه ديالي جات مهم بمشوره ضحكه. ضحكه زوينه، ولكن راها بنينه بزاف البنات، صدقوني والله العظيم الا جات رائعه بنينه. واحد المذاق فيها كتحمق. بطبيعه الحال الطياب ديالها كان طياب رائع، ماشي ما خليتهاش بيضه، طيبتها الطياب ما هي طيبه بزاف، وما هي بطبيعه الحال باقي ديك البيض، حيت كنشوف شي ناس كيخليوها بيضه ما كتجيش زوينه بحال اللي ما طيباش. غير كيدخلوها للفرن كتشقق وكيجبدوها. خاصها طيب باش كتجي زوينه وبنينه ما كتشبعش منها. وبطبيعه الحال الله اكبر الحق، ما غاديش نقطع الفيديو وغادي نكمل معكم. نرجع معكم نكمل معكم الفيديو. كما كتشوفوا كنكور كندير في السكر بودره، ومن ثم كنكمل الفيديو ديالي. بطبيعه الحال غادي نكمل معكم جميع المراحل ونرجع معكم.
معايا البنات الحلوه ديالي كنديرها كويرات بحجم متناسق، حجم واحد بطبيعه الحال. عيني ميزاني، اللي عنده الميزان ممكن يدير الميزان، اللي ما كيعرفش عينو ميزانو. من تما كنكورهم كنفندهم عفوا في سكر بودره كما كتشوفوا على هذه الطريقه هذه، غير من الفوق سكر بودره كما غتشوفوا. ملي طابت وخرجت من الفرن السكر بقى عليها هكاك. وبالنسبه للفرن، حراره الفرن كنسخن الفرن مزيان، فرن بوتاغاز كنسخنو مزيان، ومن ثم كنقص عليه يعني المتوسطه الحراره، وكندخل الحلوه ديالي مع مراقبه الفرن. بحال هاد الحلويات هذه ما كنبعدوش بزاف على الفرن، كل مره كنجيو نطلو بطبيعه الحال. الفرن عنده يعني منين كنشوفوا من الزجاج او من اللور ديال الفرن كنشوفوا الحلوه ديالنا واش بدات كتشقق ولا. من الفرن كنشعل الفرن فوق والتحت، ومع مراقبه الفرن البنات. وكما كتشوفوا جات بنينه طيبه شيشه ورائعه. كنتمنى انكم تجربوها، وما تنساونيش اشتراك، لايك، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، تعليق وتشجيع من عندكم بطبيعه الحال، انتقاد بناء باش الانسان يزيد لقدام. وما تنساوش كما كنقول لكم دائما تشجعوا الناس اللي كيقدموا محتوى هادف وتبعدوا من التفاهه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.